اهلا بالفيلموية. بيبدأ الفيلم بشاب اسمه بار، كاتب كبير بيكتب قصته ازاي اتحول من الخجل والخوف للحب والشجاعة. وبنروح لفلاش باك من 13 سنة في مدرسة أنستانا في لوس أنجلس للثانوية، ودي آخر سنة للطلاب فيها. وبندخل لفصل من ضمن الفصول، وبيكون المعلم سيمون بيحكي لهم قصة عن واحد من أشجع الشخصيات في التاريخ الأمريكي، وإنه إزاي كان ذكي جدا مع إن شكله كان غريب وكانت كل الناس بتتنمر عليه. وبعد ما بيخلص الحكاية بيعرف المعلم الفصل كله إنه عامل مسابقة بين الفصول، لكن هيكون كل فصل متقسم لفرق، كل 2 مع بعض في فريق. وبيبدأ المعلم سيمون يقسم الفريق لحد ما بيجي على تلميذ اسمه بار، شخص خجول جدا ومنطوي ودايما في حاله وعنده حالة من عدم الثقة بالنفس. وبيقول المعلم لبار انه هيكون مع ستانلي، فساعتها بار بيتخض وكل اللي موجودين بيفضلوا يضحكوا. وبنشوف ستانلي وبنلاقي انه هو طويل جدا، يمكن اطول واحد موجود في المدرسة، ده غير ان دماغه كبيرة عن شكل جسمه وودانه كبيرة جدا. وكل الطلاب بيكونوا دايما بيتنمروا على ستانلي، وبيبان على بار انه متضايق، وده لان ستانلي كل الطلبة اللي في المدرسة بتتريق عليه وبتتنمر عليه ومحدش بيرضى يتكلم معاه خالص. وبعدها بيخرجوا علشان يروحوا، وبيروح بار للمعلم سيمون وبيطلب منه انه يكون مع اي حد تاني غير ستانلي، لكن المعلم بيرفض وبيقول له ان ستانلي هو افضل حد يكون معاه. فبيضطر بار انه يوافق وبينزل تحت، لكن بيشوف ستانلي وفي 3 من الطلبة في المدرسة موقفينه وعمالين بيتنمروا عليه ويرموا عليه وعلى الهدوم بتاعته مية، وبعدها بيفضلوا يضحكوا ويصوروه وبيسيبوه بيمشوا. وبيكون بار واقف وشايف كل ده ومتضايق، لكنه بيروح علشان يمشي وما بيهتمش بأي حاجة. وبيقابل بار نورم، وده صاحب ستانلي الوحيد واللي دايما بيتكلم معاه. وبيطلع نورم هو كمان الكل بيضربه، وبيجي واحد من الطلبة وبيفضل يزعق له وبياخد منه السندوتشات بتاعته والفلوس غصب عنه. وساعتها بار بيروح لنورم وبيقول له انه طول ما هو مسالم بالطريقة دي هيفضلوا يتنمروا عليه ومش هيقدر ابدا يقف في وشهم. لكن ساعتها نورم بيرد عليه بان هو كمان مسالم زيه، فبيتكسف بار وبيمشي وبيرجع للبيت وبيحكي لأمه كل اللي حصل، وبيقول لها انه متضايق انه هيكون مع ستانلي، لكنها بتقنعه وبتعرفه ان ممكن الشخص اللي بيتنمر عليه ده يكون افضل واحسن صديق ليه، غير كمان ممكن يكون اذكى منهم كلهم. وهو بيسمع كلامها وبيقرر يروح المدرسة تاني يوم وبيتكلم مع ستانلي. لكن وهم داخلين في واحد من زمايلهم اسمه دوني بيخبط في بنت اسمها كوكا مركبة شبيه للتقويم، ده غير ان بشرتها مش احسن حاجة بسبب الحبوب اللي فيها، فالكل بيخاف منها ومحدش بيقدر يقرب لها. ولما دوني بيخبط فيها بيفضل يجري وبيقوله انه هيتعدي منها وهيبقى وحش زيها، فهي بتزعل وبتتضايق وبتمشي. وفي نفس الوقت ده بنشوف بار وهو واقف مع ستانلي ونروم، وبيقنع بار ستانلي ونروم انهم يدافعوا عن نفسهم ولو مرة واحدة بس. وفي اللحظة دي بيجي داني وبيفضل يتنمر على ستانلي، فبيتضايق ستانلي وبيشده وبيشيله وبيرفعه على الجدار، وبيبان قد ايه ستانلي قوي. فبيستغرب بار وبيسأله طالما هو قوي كده ليه ما بيضربهمش، لكن ستانلي بيقوله ان هو ما بيحبش يكون شرير وانه نفسه كل الناس تكون طيبة ومحدش يتنمر على حد. والبنت كوكا بتكون عمالة تعيط في الحمام، فبيروح لها المعلم سيمون وبيطبطب عليها وبياخدها في حضنه وبيعرفها ان العالم بشع بما فيه الكفاية عشان يشوف البشر بنظرة عينه بس. وبيشوف ايدها وكمية الجروح اللي فيها، وبتعرفه ان داني خلى زمايلهم يضربوها علشان لمسته بدون قصد، فبيوديها للعيادة وبيرجع وبيقول للطلبة في الفصل ان زميلتهم اتعرضت للأذى وانها اكيد اتأذت من حد فيهم، وان اللي بيعملوه ده ظلم وتنمر. وفي نهاية اليوم بيروح بار لبيت ماري، ودي بنت معاه في المدرسة وبتكون أجمل بنت في المدرسة وهو معجب بيها جدا، وبيحاول إنه يفتح كلام معاها عن طريق إنه يدي الجرايد لوالدها. وتاني يوم في المدرسة بيبدأ بار وستانلي إنهم يشتغلوا على مشروع الفريق بتاعهم، لكن بيعرف ستانلي بار إن في حفلة للموهوبين في المدرسة وإن هيغني فيها. فبيستغرب بار وبيروح يسأل ستانلي
ازاي هيغني وهو اصلا مفيش حد في المدرسة بيحبه ولا بيقبله، وانهم بالشكل ده هيتنمروا عليه وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بيروح بار يودي الجرايد لابو ماري كالعادة علشان يقف يتكلم معاه شوية، وهي اول مرة بتوافق انها تقف معاه وبتتكلم معاه، فبيحس انها معجبة بيه وبيتبسط وبيبدأ يعمل كده كل يوم علشان خاطر يتكلم معاها. لكن في يوم وهو واخد ليها شوكولاتة، كيكو بيقابله في الطريق، وده أكبر متنمر في المدرسة، وبيضرب كيكو بار وبياخد منه الشوكولاتة وبيقوله إنه مستحيل يسيبه يقرب من ماري. وكده بيكون بار كمان دخل في دايرة التنمر، وكيكو واللي معاه بيتنمروا عليه هو كمان. وتاني يوم بيكونوا في المدرسة وبيقول لهم المعلم إن اللي هيكسب فيهم هو بس اللي هياخد الجايزة، ده غير إنه هيسمح له ياخد لفة بالعربية بتاعته. لكن كيكو واصحابه بيطلعوا على المدرس سيمون إنه هو شاذ علشان يضايقوا فيه يعني، حتى المعلم كمان مسلمش منهم. وتاني يوم بيكون بار وستانلي قاعدين وبيروح نورم يقف معاهم، وبيكونوا عمالين يتكلموا على كيكو وعن الطريقة اللي بيتنمر بيها على كل الناس. والأهم إن كوكا بتكون خفت ورجعت المدرسة وبتروح تقف معاهم. وطبعا بمجرد وقفتها دي كل اللي في المدرسة بيبصلهم هما الأربعة باحتقار، لكن هما الأربعة ما بيهمهمش، وبيكون كل اللي شاغل بار إن هو يفهم يعني إيه كلمة شاذ. فبيروح وبيحاول إنه يتكلم مع أبوه، لكن أبوه بيزعقله وبيرفض إنه يقوله أي حاجة، وبيعرفه إنه صغير جدا على الكلام ده. وبنعرف إن أبو بار بيتعامل معاه على إنه طفل، وبيرفض إنه حتى يخليه يعمل أي شغل منزلي. فبيروح بار يتكلم مع أمه وبتتخض أمه من السؤال، لكن بيعرفها إنه سمع الكلمة دي في المدرسة، والطلاب بيقولوا على المعلم سيمون مدرس الفصل الأساسي بتاعهم إنه مختلف وشاذ. فساعتها أمه بتتكلم معاه بهدوء وبتعرفه إن شاذ يعني ميوله مختلفة مش أكتر، وإن المهم إنهم لازم يتقبلوا كل أنواع البشر. ودوني كمان بيروح يقول لأمه على موضوع المعلم سيمون، وهي بتتضايق وبتقوله إنها هتتصرف. أما أبو بار فبيتضايق إن أمه فهمته يعني إيه شاذ، وبيدخل يتخانق معاها وبيعرفها إن طالب في السن ده ما ينفعش اللي يعرف حاجة زي دي، وإن لو فعلا المعلم بتاعهم بالشكل ده فلازم المدرسة تغيره في أسرع وقت. وفي نفس الوقت ده كمان أم داني بتروح تتكلم مع أبوه علشان يروح للمدرسة. وتاني يوم في المدرسة بيكون المعلم سيمون فعلا بينفذ وعده للطلبة، وبياخدهم 2 ب2 في العربية بتاعته. لكن كيكو بيكون هناك، وأول ما بيشوف بار وستانلي بيفضل يتريق عليهم، لكن ماري بتتدخل في الكلام وبتزعق لكيكو، فبيتكسف بار وبيقرر إنه يمشي. وأبو داني في الوقت ده بيكون مع مديرة المدرسة بيحكي لها اللي سمعه من ابنه، وإن لازم المعلم سيمون يترفد من المدرسة. لكن المديرة بتدافع عن المعلم سيمون وبتعرفه إن هو واخد جايزة أفضل معلم السنة اللي فاتت، وإنه مستحيل يكون منحرف بالشكل ده. لكن أبو داني بيهددها إنها لو ما تصرفتش ولغت المدرس ده من المدرسة هيبلغ كل أولياء الأمور ومش هيسيب لها ولا طالب في المدرسة. لكن هي بتقف قصاده وبتعرفه إنها ما بيهمهاش أي حاجة، وإنها كل اللي تقدر تعمله إنها تجيب المعلم سيمون عندها وتسأله وتستفسر منه. وساعتها أبو داني بيسيبها وبيمشي. وفي الوقت ده بار بيكون مكسوف إنه يكلم ماري من آخر مرة لما مشي وقت ما كيكو اتريق عليه وهي اللي دفعت عنه، فبيفضل يفكر وبيروح يشتري ليها هدية بسيطة علشان يصالحها بيها. فبيشوف واحد صاحبه من المدرسة، وده بقى بيكون معاه دايما حاجات بيبيعها في المدرسة، فبيطلب منه اسورة تكون جميلة، وفعلا بيديها له. وفي نفس الوقت في مكتب المديرة بيكون موجود المعلم سيمون، وبتقعد المديرة تتكلم معاه وبتعرفه انها مكسوفة جدا من الكلام اللي هي هتقوله لكنها مضطرة، وبتعرفه ان في بعض الاطفال مطلعين اشاعات عليه وموصلينها لاولياء الامور ان هو شاذ وغير طبيعي. وبيقف المعلم سيمون قدامها وبكل كبرياء بيعرفها ان عنده 57 سنة، وانه فضل نص عمره كمدرس، وان مش من حق اي حد يتدخل في حياته الشخصية ايا كان الوضع، والحياة الشخصية ملهاش علاقة بكونه عامل ايه في شغله، لكنها بتضغط عليه. وبتعرفه ان ابو داني مش هيسكت وهيعمل مشاكل كتيرة جدا، وانه لازم يقف قصاده ويعترض ويدافع عن نفسه ويقول ان الكلام ده غير صحيح. لكن وقتها المعلم سيمون وبكل هدوء بيقوم يبص على داني من الشباك وبيعرفها انه ما بيخافش من حد ومش مجبر انه يثبت لحد اي حاجة، وبيسيبها وبيمشي.
وفي المدرسة بيكونوا الكل بيتكلم عن ان ماري سابت كيكو وارتبطت ببار، وطبعا بيتضايق كيكو جدا، وبار بيخاف لان كيكو معروف عنه انه يقدر يأذي اي حد في المدرسة. ووقتها بتروح كمان مديرة المدرسة لابو وام دوني وبتعرفهم انها اتكلمت مع المعلم سيمون ومرضاش يجاوبها، لكنها بتعرفهم انها واثقة فيه وفي اخلاقه. فبيكون ابو وام داني متضايقين، وبتقوله انهم يهود شرقيين ومتحفظين جدا، وانهم اكيد مش هيسمحوا ان المعلم بتاع ابنهم يكون في حواليه شبهة. لكن ساعتها المديرة بتنفعل عليهم وبتعرفهم انها متأكدة من اخلاق المعلم بتاعها وبتسيبهم وبتمشي. وفي نفس الوقت بيكون ابو وام بار قاعدين معاه، وابوه بيحاول انه يسأله اذا كان شاف قبل كده المعلم سيمون وهو بيلمس اي طفل من الاطفال، لكن بار بيعرفه ان المعلم سيمون دايما بيكون جنبهم، وحتى لو قرب لحد فيهم بيكون بيقرب جنبه علشان يدعمه. اما المعلم سيمون فبيكون مصمم على رأيه مع المديرة، وبيعرفها انه مش هيتعرض لنفس اللي الطلبة بيتعرضوا له، وانه علشان خاطر طالب غير سوي زي دوني هيقف ويقول حاجة عن حياته الشخصية. وتاني يوم بيقابل المعلم سيمون بار وهو في المدرسة، وبيقوله انه هيبيع العربية لانه خلاص هيطلع من المدرسة السنة الجاية. وبيكون بار زعلان جدا، وبعدها بيقابل كيكو بار وبيفضل يزعق فيه ويقوله ابعد عن ماري. وبيجي ستانلي وقتها وبيفضل كيكو يضايق فيهم هما الاتنين، لكن بار وهو ماشي بيقابل ماري واللي بتطلب منه انهم يتكلموا مع بعض شوية، وبتروح تقف معاه وبتقوله انها عاوزة ترتبط بيه. فبيفرح جدا، وفي نفس الوقت بيخاف علشان كيكو، لكنه بيستجمع قوته وشجاعته وبيديها الاسوارة اللي كان اشتراها من واحد صاحبه، وبتقول ان عاوزة تشوفه الساعة 3:15 وهي خارجة من المدرسة. اول ما بيسمع كده بيكون متوتر لكنه فرحان، وبيدخل الفصل وبيبقى مش مركز في اي حاجة، وكل اللي بيفكر فيه انه عاوز يبوس ماري بس علشان يكسر حد الخوف الجنسي اللي عنده. وبعد ما الفصل الدراسي بيخلص المعلم سيمون بيطلب منهم يقدموا التقارير بتاعة المشروع اللي هم عملوها، والكل فعلا بيقدم تقاريره، وبيطلع بره علشان يحط التقرير بتاعه هو وستانلي. فساعتها المعلم بيقول لهم انه متحمس للتقرير بتاعهم ده بالذات، وبيروح بعدها علشان حصة الرياضة، لكنه بيكون خايف يلعب، وده علشان ريحته ما تبقاش وحشة. وبيجهز بار نفسه في اكتر من ساعة، وبيكون ماشي مش حاسس بأي حاجة غير انه رايح يقابل ماري. وفي واحد صاحبه بيوقفه وبيعرفه انه لو راح وقابلها اكيد كيكو هيعرف وهيضربه، لكن برضه بار بيكون مش همه اي حاجة، وبيروح وبيكون خلاص هيوصل لماري. لكن فجأة بيظهر كيكو وبيبدأ انه يتخانق مع بار، بس ساعتها ماري بتشوف اللي بيحصل فبتروح تزعق لكيكو، وبتعرفه انه لو قرب من بار هتروح تبلغ المديرة انه هو اللي بيسرق من صندوق الكولا بتاع المدرسة. وبيمشي كيكو بس بيوعد بار انه هيضربه مرة تانية، وساعتها ماري بتقف مع بار وبتقوله انها اتأخرت علشان هو اتأخر عليها، وانهم لازم دلوقتي يروحوا لمسابقة الموهوبين ويتقابلوا بعدها. وبيروحوا المسابقة، وبتكون اول بنت المفروض انها تطلع تكون عازفة، لكن بيكون في حد بوظ آلة العزف بتاعتها علشان خاطر يتنمروا عليها. وفعلا الكل في قلب المكان بيفضل يضحك ويتريق، وبيكون ستانلي هو اللي هيطلع بعد البنت دي. فبار بيبص على نورم لكن ما بيلاقيهوش، فبيقوم بسرعة يدور عليه، وده لانه عارف انه ستانلي ملوش صحاب في المدرسة خالص غير نورم، فهيكون مبسوط لما يشوفه في الحفلة وهو بيغني. فبيروح بار لنورم البيت وبيطلب منه يجي علشان يحضر الحفلة، لكنه بيقوله انه ما جاش متعمد، لانه عارف ان الكل هيفضل يتنمر ويتريق على ستانلي كالعادة، وانه مش عاوز يشوف كل اللي بيحصل ده. لكن بار بيفضل يتحايل على نورم انه يروح معاه، لكن برضه نورم بيرفض. فبيرجع بار للمسابقة تاني، لكن بعد ما نورم بيفكر شوية بيقرر انه يروح، وبيدخل الاول يتكلم مع ستانلي، وبيقوله انه لو حاسس انهم هيتريقوا عليه وانه مش هيقدر يتحمل التنمر ممكن يرجع في كلامه وما يغنيش. لكن ستانلي بيصمم يغني، وبيروح نورم يقف جنب بار وبيستنوا ستانلي على ما يطلع على المسرح. لكن بيكون في شخص قبله بيعزف على الدرامز وبيقدر انه يعزف كويس جدا، والكل بينبهر بيه وبيسقفوا. وبعدها بيطلع ستانلي، وبيكون كيكو واقف هو والشلة بتاعته ماسكين طماطم في ايديهم علشان يحدفوا على ستانلي. لكن لما بار بيشوف الموقف ده بيتضايق، وبيقرر لأول مرة انه يكون شجاع، وبيروح يضرب كيكو في ظهره وبيوقعه على الارض. والمعلم سيمون بيشوف كل اللي بيحصل ده وبيفض المشكلة وبيطلعهم بره كلهم على ما ستانلي يغني. وفعلا بيبدأ ستانلي غنى،
ومع ان صوته مش احسن حاجة، لكن القوة والشجاعة اللي بيغني بيهم بيعجبوا كل الناس، والكل بيسقف له وبينبهر بيه، ونورم وبار كمان بيكونوا مبهورين. وبعدها بار بيروح يقابل ماري اللي اول ما بتشوفه بتقوله انها عاوزة تبوسه، لكنه بيكون خايف وقلقان، وده لانه اول مرة يقف مع بنت في حياته، فهي اللي بتشده وبتبوسه. وتاني يوم في المدرسة بيكون خلاص آخر يوم في السنة الدراسية، وبيديهم المعلم سيمون نتيجة التقارير، وبيعرفهم إن اللي نجح وكسب هو فريق بار وستانلي، والكل بيكون مصدوم، لكن بيفضلوا يسقفوا لهم. وبعدها بيكون خلاص المعلم سيمون هيسيب المدرسة ويمشي، فبيقرر بار إنه يلم كل الطلبة ويحطوا له ورد في العربية بتاعته، وكمان يودعوه بطريقة حلوة. وبعدها بيبدأوا إنهم يودعوا بعض، لكن جوه بار بيكون لسه الفضول واخده، وإنه عاوز يعرف إذا كان فعلا الإشاعات اللي قالوها على المعلم سيمون حقيقية ولا لأ. فبيروح له البيت وبيكتشف إن المعلم سيمون أصلا كان متجوز، لكن مراته ماتت. وبيسأل بار المعلم هو ليه ما دافعش عن نفسه، فساعتها المعلم بيقول الجملة اللي غيرت حياته، وهو إن قوة الذات تكمن في الثقة بالنفس وليس الدفاع عنها. في اللحظة دي بيقرر بار إنه يكون واثق في نفسه وما يهموش أي حاجة تاني، وبيرجع على البيت وبيبدأ إنه يكتب القصص اللي بيحب يكتبها، حتى الأعمال المنزلية اللي بيحبها بيطلب من أبوه إنه يخليه يعملها كلها وما يمنعوش إنه يكملها. وبعدها بنرجع للواقع تاني بعد ما بقى بار أفضل كاتب وروائي في أمريكا. وبكده بنكون وصلنا لنهاية أحداث فيلمنا. لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. سلام.